أهلا بيكم في بودكاست جديد من مصر إيجابي. هنتكلم النهاردة عن أحد أبرز المفكرين والفلاسفة العرب في القرن العشرين، وهو زكي نجيب محفوظ. دعونا نستعرض سويا مسيرته الفكرية وإسهاماته التي ساهمت في تشكيل الوعي العربي. ولد في 23 مارس عام 1905 في مدينة دمياط بمصر. نشأ في بيئة ثقافية غنية، مما ساهم في تشكيل أفكاره ومعتقداته. درس الفلسفة وعلم النفس، واهتم بتطوير الفكر النقدي لدى الشباب العربي. تخرج من جامعة القاهرة، ثم حصل على منحة دراسية لدراسة الفلسفة في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد عودته إلى مصر عمل كأستاذا في الجامعة، حيث ساهم في تعليم الأجيال الجديدة وتطوير المناهج الدراسية. كتب العديد من المؤلفات التي تناولت مواضيع متنوعة مثل الفلسفة، الأدب والسياسة. من أشهر كتبه نقد العقل العربي والإنسان والكون. كان يهدف من خلال كتاباته إلى تحفيز التفكير النقدي ومواجهة التحديات التي توجه المجتمع العربي. كان له تأثير كبير على العديد من المفكرين والكتاب العرب. أسس حركة فكرية تهدف للتجديد والابتكار، وعرف بأسلوبه الفريد في الحوار والنقاش. ترك إرثا فكريا يستمر حتى اليوم، حيث يستلهم الكثيرون من أفكاره وآرائه. توفي في 8 نوفمبر عام 1993، لكنه سيظل رمزا للفكر النقدي والإبداع العربي. وبكده تكون انتهت حلقتنا لليوم. ونشوفكم في بودكاست جديد. إلى اللقاء.